تخيل عزيزي المشاهد انك تفوق تلاقي نفسك في عالم موازي للعالم اللي انت كنت عايش فيه، وبتكون بعيد عن زوجتك وابنك واهلك. يا ترى في الوقت ده هتستسلم الامر الواقع، ولا هتعمل زي بطل ملخص النهارده وهتعمل كل اللي تقدر عليه عشان ترجع لهم من جديد؟ فكر كده واكتب لي اختيارك في كومنت، ويلا بينا نبتدي الفيلم. بيبتدي الفيلم على شخص في بحيرة وبيحكي وبيقول ان عمره ما راح للبحيرة دي قبل كده، رغم انه بيعوم فيها ويخرج ويكون لابس هدومه العادية ومتعور، وبيقول انه لازم يلاقي طريق لبيته وبعد كده بيختفي. وبنشوفه بيكون رئيس بنك واللي خسر في خلال 3 ايام بس 16 مليار دولار، وبناء عليه تراجعت ثقة المستثمرين في البنك ده وتم طرد جميع الموظفين. بعد كده نشوفه وهو في البار بعد ما ساب الشغل وبيحكي ويقول انه قابل مراته في البار في اليوم ده، وهي اللي جت كلمته في الاول وما كانش بيكلمها كويس، ولكن قالت له ان هي عامله تحدي مع اصدقائها علشان تكلمه. فبص لهم وقال لها التحدي ده عباره عن ايه، وكان التحدي عباره عن ان هي تتكلم معاه وتتعرف عليه وتعرف السبب اللي مخليه زعلان، وكمان تخليه يطلب منها ميعاد. وفعلا بيحكي لها على مشكلته وبيتعرفوا والامر بيتطور معاهم لحد ما بيتجوزوا. وبنشوفه كان بيفطر ونعرف ان هم خلفوا ولد، وبيروح الشغل وهو في الطريق وراكب عربيته بيتصل بزوجته وكانت بتكلمه في الفواتير والمصاريف، وبتيجي عربيه وبتخبطه. بيفقد الوعي ويصحى ويلاقي واحد كان بيحاول يفوقه، ولكنه يفقد الوعي تاني ويفوق المرة دي في مكان مختلف مع نفس الشخص. وبيسأله على اسمه وجاوب عليه الراجل ده وبيقول له ان هو الراعي، ولكن كيفن ما كانش فاهم يقصد ايه وحاول انه يقوم ويمشي، ولكن الراجل ده بيضربه وبيقول له ان هو موجود لمساعدته وان هو عايز يتكلم معاه بخصوص شغلهم، وقال له انه عايز يعرض عليه وظيفة. وكيفن بيرفض وبيروح علشان يدور على العربية بتاعته، والراجل ده بيروح معاه وهم في الطريق مش بيلاقوا اي حد في المدينة غيرهم. ولما بيسأله على عربيته والحادثة رد عليه وقال له ان ما كانش في حادثه اصلا. وقتها كيفن بيحاول يتصل بزوجته، ولكن الراجل قال له ان ده مش هينجح. وقتها بيبص له كيفن باستغراب وبيقول له انت مين؟ الغريب ان قال له ان هو مش اول مره يشوفوا بعض. رد كيفن وقال له انا عمري ما شفتك طول حياتي. وبيتعصب وبيساله انت مين والناس راحوا فين؟ فبيرد عليه وقال له ان الناس ما راحوش لاي مكان ولكن انت اللي رحت. في الوقت ده كيفن بيتصدم والراعي بياخده علشان يتعشوا ويدخلوا المطعم، وبيكون في ناس غريبه شويه وكلهم نظراتهم حزينه، واللي شغاله في المطعم بتجيب له الاكل اللي طلبه وبيطلب منها ان هي تقعد معاه وتاكل، ولما بترفض بيكلمها بطريقه حاده ويوجه لها السكينه وبتقعد. وبنشوفه هو بياكلها من اللحمه. بعد كده بيسال كيفن انه اتخانق مع مراته علشان الفواتير، وبيستغرب كيفن ازاي عرف، فبيقول له ان مراته دي مش حقيقيه وان هو استبدلها بواحده تانية شبيهه بمراته، وان مراته في عالم تاني. فما كانش مصدقه، فقال له لو مش مصدقني ممكن اثبت لك بنقل اي حد من العالم اللي احنا فيه ده دلوقتي لعالم تاني، وبيقول له انه ينقل البنت اللي قاعده جنبهم. فعلا بينقلها. وقتها كيفن بيخاف ويساله راحت فين، وبيقول له الراعي ان ننقلها لمكان تاني، وانه كمان ممكن يستبدلها بواحده تانية شبهها بالظبط. وقال له ان هي دلوقتي في عالم ابوها وامها ما تقابلوش فيه اصلا. وبنشوف ابوها وامها بيكونوا زعلانين جدا عليها. يساله كيفن ويقول له عايز ايه مني، فبيرد عليه وبيقول له عايزك في مهمه كبيره، وبيقول له ان في كل عالم موازي فيه ناقلون في مواقع استراتيجيه عشان يعملوا نفس العمل اللي الراجل ده بيعمله. وبيقول له ان جميع كيفن التانيين اختاروا انهم يشتغلوا معاه وانه هيبقى زيهم، وقال له ان انت في منك 1000 نسخه بتعمل لصالحي في عوالم تانية، وانه لو اتعاون معاه هيرجعه لزوجته. فبدأ يدعي ربنا، والراعي بيبان عليه القلق والتوتر والغضب، وتقريبا كده هو الشيطان. وبنلاقيه فجأة اختفى وما بقاش موجود اصلا. ونشوف كيفن وكان كل اللي موجودين بيبص عليه ويتأسف لأهل البنت اللي خلاها تختفي، وبيخرج وبيتصدم لما بيلاقي جنود لابسه ملابس غريبة وكانوا عاملين زي حظر تجول، وفي جنود منهم لما بتشوفه تطلع سلاح ويطردوه ولكنه بيهرب. واليوم التاني بنشوفه بيقوم من النوم وبيقول ان ده مش عالمه وان هو هنا بقاله اكتر من 5 سنين، وبيقول ان الناس هنا دمروا كل شيء بسبب الكراهية. ونشوف مشاهد من حروب وتظاهرات. وبعد كده ظهر الناقلون وان هم كانوا بيشتغلوا في الخفاء واستخدموا الأجهزة بتاعتهم لنفي السياسيين والقساوسة والجنود. وبيشغل التلفزيون واللي بيقول ان مر 5 سنين على اخر ظهور علني للراعي واختفاء كيفن اللي رفض التعاون معاه. وبنشوف كيفن كان بيدور على اي شخص من الناقلين علشان ياخد الجهاز اللي معاهم، وده علشان يستخدمه في الرجوع للعالم بتاعه الاصلي، وبالتالي يرجع لحبيبته مولي. وبنشوفه بيكون شغال عتال. وبعد كده قابل زميله اللي اسمه جابرييل وكان بيدوله ورق، وكان جابرييل عارف سر كيفن وبيسأله كيفن لو كان عارف اي معلومات جديدة تساعده في الحصول على الجهاز والخروج من العالم. فبيقول له ان في واحدة
قالت ان هي شافت جهاز في دراع شخص بالمنطقة، ونشوف العالم مليان بالمتشردين، وصورة الراعي كانت ملزوقة في كل مكان، وكيفن كان بيجيب بفلوس شغله اكل والباقي كان بيديه للمتشردين اللي في الشوارع، وبيمشي دايما يدور على الناقلون في وسط الناس. وهو ماشي بيشوف راجل ومراته بيرقصوا مع بعض في الشارع، وبيفتكر مراته، والمنبه بيرن وبيصحى يوم جديد، وبنعرف ان العالم ده بيكون الانجيل او اي كتاب سماوي غير قانوني وممنوع ان اي حد يشيله. وعشان كده كان كيفن بيكتب كل اللي بيفتكره علشان ما ينساهوش ابدا. وبيروح الشغل وبيدي لجابريل اللي كان معاه الورق اللي كاتبه، وبيكون جار كيفن شغال معاهم وعرف الموضوع. وكيفن بيكون قاعد مع جابريل بيلومه على انه قام بمسح الراعي لما كانوا في المطعم، فكيفن بيقول له ان هو ما عملش كده ولكن ربنا هو اللي عمل كده. وبنشوفه بيروح لمكان شبيه بالسينما في العالم اللي هم فيه، وبيقعد علشان يشوف نسخته المشابهة بشكل مباشر في عوالم تانية عشوائية، وبيكون عنده امل انه يشوف مراته مولي. وبيبتدي يقلب ما بين العوالم وبيشوف نسخ منه كتير في العوالم التانية، منها المجرم والقاتل والسجين، وبيقلب وبيشوف حاجة بتثير انتباهه وهي زوجته مولي، وبيكون سعيد جدا وقتها. ولكن بيكون الوقت بتاعه خلص، ويطلب من صاحب السينما انه يضيف له وقت كمان، فبيقول له ان في حجوزات لحد يوم الاربع، فقال له كيفن انه هيرجع له تاني يوم الخميس. بنشوفه في وسط الناس اللي عايزين يدخلوا منطقة ساوث هاند اللي الراجل قال له انه شاف حد من النائلين فيها، وبيكون في قوات امن بتمنعهم من ده، وبيكون كيفن واقف مع جاره. واحد من الناس بيحاول يدخل بالقوة ولكنهم بيهددوه بالقتل فبيختفي، وقتها بينصدم كيفن من اللي شافه، وبيكون واحد من النائلون، وبيحصل تشابك ما بين قوات الامن والناس اللي موجودة. كيفن بيهرب وبيدخل في مكان وبيقول لصاحبه ان الراجل اللي اختفى ما كانش فيه اي جهاز في ايده، فبيرد عليه وبيقول له ان هم متخفيين وممكن تلاقي ناس فيهم عندهم وظائف وعائلات. وكيفن بيقول لجابريل اللي معاه لما صليت الراعي قال لي انه مش هيسيبني في حالي. وبالليل كيفن بيروح للماركت علشان يجيب ادويه لانه كان مريض، ويشوف طفل صغير بيسيب امه وبيمشي، فبينده على امه ولكنها مش بترد، فبيروح وراه ولما بيبص مش بيلاقيه في المكان، ولكنه لما بيلف وشه بيلاقي الولد مع امه، ويسال الست ويقول لها هل عندك فكره ابنك كان فين دلوقتي؟ فبتقول له ان هو ما راحش في حته وان هو كان جنبها طول الوقت، وبيسيبها وبيخرج. وبنشوفه وهو بيفتكر لما كان مع زوجته وابنه في السوبر ماركت والولد مشي وضاع منهم. وبعد فتره البوليس جابت لهم الشنطه اللي كان لابسها بس ما لقيهوش. وبعد الحادثه دي زوجته كانت دايما بتلومه، واصبحوا الاثنين على خلاف دائم. ونشوفهم هم قاعدين مع بعض وهي بتحاول تقول له ان هو مات، وهو ما كانش عايز يقتنع، وبيقول لها ان في احتمال انه ما يكونش مات، وبيقول لها ما تقوليش ان انا انساه، وبيسيبها ويمشي. ونرجع تاني وصديقه بيجي بياخده معاه علشان ياكله، وبيروحوا لبيته وبيكون متجوز وعنده اطفال وبيتعشوا مع بعض، وكيفن بيقول له انه هيمشي. فصاحبه بيغمز لمراته وبتقفل الباب وينادي كيفن باسمه، وما كانش حد يعرف الاسم ده غير جابرييل. ويستغرب كيفن وبيقول له جاره هو عارف لما جابرييل اللي معاهم في الشغل ندهره باسمه الحقيقي. فكيفن بيقول لهم ان هو مش الشخص اللي هم بيدوروا عليه، ويسالهم ان كان هم نائلين، فبيضحكوا وبيقلبوا الموضوع هزار. والزوجه بتقول له ان بناتها عايزين يسمعوا اغنيه، وبتكون بعض الكلمات من الكتاب المقدس. وقتها كيفن بيدخل في حاله من البكاء، وبيطلبوا منه انه يحفظهم الحاجات اللي حافظها. وبيخرجوا بره وبيسمعوا صوت صافرات انذار، وبنشوف واحده بتقول لهم يدخلوا يشغلوا على القناه الرابعه. وكانوا بيقولوا في الاخبار ان الراعي عاد من جديد وهدفه الاساسي هي عمليه توظيف كيفن. وفي خلال يومين هيتم اختيار مواطنين عن طريق قرعه عشوائيه علشان يقدموا الولاء للراعي، واللي مش هيحضر هيموتوه. ويجي يوم الخميس وكيفن يروح للسينما، ولما بيخبط المكان بيكون مقفول ومحدش بيفتح له، والراجل بيقول له من ورا الباب ان هم قفلوا. فبيقول له كيفن ان هم كانوا متفقين مع بعض على الميعاد ده. ولما بيصمم كيفن انه يدخل للمكان بيقول له صاحب المكان ان الراعي رجع وقال له ان هو من دلوقتي ما يعرفوش وانه يمشي بعيد. وقتها كيفن بيعمل صوت قطه ويقول لصاحب السينما ان القطه بتاعته اللي كان بيدور عليها معاه، فبيفتح وبيدخل كيفن. صاحب السينما لما بيعرف انه بيضحك عليه بيغضب ويساله كيفن التوتو ضاعت من امتى؟ فبيقول له من حوالي 4 سنين. فقال له كيفن 4 سنين وانت فاكر ان هي ممكن ترجع؟ فبيقول له ان ممكن يكون اخدها حد من النائلون وممكن ترجع في اي وقت. وبيدخل ويقعد على الكرسي وبيسال صاحب السينما فرصه انه يشوف مولي مره تانية. فصاحب السينما بيقول له ان الفرصه زيرو وانك شفتها المره اللي فاتت علشان حظك حلو وان ده لا يمكن يتكرر. وبنشوفه بيفتح الجهاز وبيلاقي مولي وهي داخله من الباب، وكانت بتتكلم مع بنت صغيره. وبيكون صاحب السينما مش مصدق، وكان باين عليها ان هي شغاله ممرضه في العالم ده. وبنشوف بقى ان كل ما بيقلب كان بيشوف مولي، وده شيء نادر الحدوث، وكان في كل عالم من العالم دي بتشتغل شغله مختلفه. وهو بيقلب بيوصل للعالم اللي جاي منه، وبيعرف من السلسله اللي كان مقدمها لمولي هديه الزواج، ويرمي الريموت من ايده ويدخل في حاله ذهول. وكان سعيد جدا، وبيقول لصاحب السينما ان مولي الاخيره دي هي مولي زوجته الخاصه بيه.
وبدأ يسأل الراجل ده عن احداثيات العالم اللي هي فيه، فبيقول له ان الموضوع حصل بسرعة ومش هيعرف يحدد له، فبدأ يترجاه، ولكن الراجل بيقول له انه مش هيقدر لان البث بيحدد الموقع، ومعنى ان هو خرج من الأوضة والبث توقف مش هيقدر يحدد العالم. فقال له كيفن انه هيرجع له تاني علشان يعيد تشغيل البث، ولكن صاحب السينما بيقول له ان فرصة حدوث كده قليل جدا، وده نظرا لكثرة العوالم اللي موجودة، ولكن مع اصرار كيفن بيقتنع وبيقرر انه يساعده، وبيقول له انا حتى لو ساعدتك وحددت لك العالم بتاعك مش هتقدر تروح من غير الجهاز اللي مع النائلين، او ممكن بقى تسال الراعي هترجع ازاي، والفكره وقتها هتعجب كيفن. والراجل بيقول له انه كان بيهزر لان ده مستحيل انه يحصل، ولكن كيفن بيقول له خليك مستعد علشان لما هرجع هكون مستعجل، وبيسيبه ويمشي. وبيقرر انه هيروح للمكان اللي كانوا قايلين عليه في نشره الاخبار للمواطنين، وكيفن بيقابل جابرييل وبيطلب منه مسدس، وجابرييل بيديله المسدس بتاعه. وفي اليوم التاني بيخرج وبيروح للمكان ويشوف الراعي ماشي ووراه نسخه تانيه من كيفن، وكان لابس اللبس اللي عمل بيه الحادثه في اول الفيلم. وبتكون قوات الحراسه مشغوله مع المواطنين، فبينجح كيفن انه يتسلل للمكان اللي فيه الراعي، وبيدخل عليه ولكنه بيختفي، وبيلاقي كيفن نفسه داخل غرفته، فيخرج وبيلاقي نفسه رجع على باب المطعم وقوات جايه عليه. ولما بيدخل بيرجع تاني لغرفته، ولما بيخرج وبيبص جنبه بيلاقي الراعي ظهر مرة تانية والقوات بتضرب عليه دار وبيتصاب في دراعه، فبيدخل اوضته وبيكون مستغرب من اللي بيحصل، وبيخرج دماغه بيتفاجئ ان في جندي ماسك مسدس وحطه في نص دماغه، فبيرجع تاني بسرعة وبيكون مش عارف يعمل ايه، وبيرمي المسدس ويفضل جوه غرفته وبيكون حزين جدا. وهو متضايق بنشوفه بيكسر اي حاجة قدامه وبيقعد وبيعيط، وفجأة بيظهر الراعي وبيكلمه وبيمسك المسدس ويسأله جايبه منين، وبعدين قال له مش مهم تجاوب انا عارف. وفجأة نلاقي جابرييل ظهر من العدم وبيكون هو كمان متفاجئ، فيسأله الراعي ان كان ده مسدسه. وقتها جابرييل انكر انه يعرف كيفن من الاساس وان المسدس ده مش بتاعه، فبيقول للراعي كيفن هو ده بقى اللي انت كنت بتثق فيه وبتديله كتاباتك، وبيقول له ان انت المره اللي فاتت صليت لربنا فاستجاب ليك، ولكن مش كل مره هيحصل كده، ويعرض عليه انه يتعاون معاه وساعتها يحقق له كل اللي بيتمناه. يساله كيفن عن ابنه وان كان نقله لعالم تاني، ولكن مش بيجاوبوا على السؤال. وفي الوقت ده بيسمع كيفن صوت جنود بتخبط على جاره، ويخرج وبيشوفهم بيضربوه بالرصاص، وبيدخل الاوضه وبينام في الارض، وبيقول لجابرييل ينام ولكنه مش بيلحق وبينضرب بالنار وبيموت. وكيفن بيكون مستخبي وبيكتشف ان جابرييل واحد من النائلين وبيشوف الجهاز في ايديه، فبينصدم وبعدها بيروح بياخده ولكنه بيتصاب في ايده، وبيلبسه وبيشغله، وفجأة بيلاقي نفسه اتنقل لعالم تاني في صحراء، وبيحاول يشغل الجهاز تاني ولكنه بيكون بدأ يبوظ، فبيخبط عليه ونشوفه في البحيرة اللي كان فيها في بداية الفيلم. بعدها بيضغط على الجهاز وبيختفي وبيروح في عالم تاني داخل مخزن أدوية. لما بيخرج بيكتشف ان هو في مستشفى نفسي، وبيمشي في المستشفى وبيقابل جابرييل اللي مات في العالم التاني، وبيكون معاه مسدس وعايز يقتله، وبيلاقي منه اكتر من نسخة وكلهم بيكونوا عايزين يقتلوه، وبنشوفه بيهرب منهم. وهو ماشي بيشوف تينا اللي اختفت من المطعم وكانت مريضة في المستشفى، وبيدخل وبيقعد معاها وبيحاول يكلمها وبتكون عارفاه، وبيكون واضح عليها الصدمه بسبب ارسالها من عالمها الاصلي للعالم اللي هي فيه. وبنشوفها بتبتدي تطلب منه يرجعها للعالم بتاعها، ويقول لها ان هو مش هيقدر يساعدها عشان مش عارف هيرجعها ازاي. والممرضين بيمسكوها، وفي اللحظه دي وهم بيتكلموا بيجي جابرييل وبيضرب عليه نار، وكيفن بيضغط على الجهاز وبيروح لعالم تاني، والمره دي بيكون في بيت وبيشوف النسخه بتاعته، وبيبقى شكله كده زعيم عصابه او مجرم. ولما بيشوف كيفن الاصلي بينصدم، وبنشوفه بيبقى زعلان جدا علشان كيفن الاصلي دخل عالمه الخاص بيه، وبيحاول انه يقتل كيفن الاصلي وياخد منه الجهاز، ولكن كيفن بيستخبى تحت الترابيزه، ولما كيفن المجرم يوصل له بيكون اختفى، ونشوفه يكون رجع العالم اللي كان فيه ويشوف جاره واللي كان زميله في الشغل بينقلوه في عربيه اسعاف وهو مصاب، وبيكون كيفن شافته واحده من اللي موجودين وبتتعرف عليه، وتبتدي القوات تهاجمه وبيهرب وبيدوروا عليه ويروح السينما، وبيقعد على الجهاز ويشغل الجهاز علشان يقدر يحدد العالم اللي هو جاي منه، وبيفضل يقلب بسرعه وبتكون القوات وصلت، وفعلا بيوصل للعالم، وبيبتدي صاحب السينما يحدد العالم بتاعهم عن طريق الجهاز ويبتدي يملي الاحداثيات بتاع العالم، وفي اخر لحظه يتمكن انه يدخل احداثيات العالم وبيرجع للعالم اللي هو جاي منه، ونشوفه بيوصل لمولي ويكلمها، وبيكون رد فعلها غريب وبتكون مش عايزه تتكلم معاه، وقالت له ان احنا انفصلنا من مده وانت اللي قررت بكده، فبيقول لها انه ما كانش هو، ولكنها ما كانتش مصدقاه وبتصدمه وبتقول له ان هي تجاوزت الامر وارتبطت بشخص تاني، فبيحاول يشرح لها وهي مش بتكون داركه الموضوع، وتحاول تداري السلسله، ولكنه بيقول لها انت لابسه السلسله ليه لحد دلوقتي؟ قالت له ان هي بتديها الامل اننا ممكن نكون مع ابننا مره تانية، وبيقول لها انه كان يتمنى ان الزمن يرجع بيه ويقدر يغير كل حاجه حصلت لهم، وفي الوقت ده بيجي الراعي وبيشده وبيرجعه للعالم تاني، ولما بيجي يضغط على الجهاز بيضربه بالرصاص وبيبوظ، وبيتكلم معاه وبيجيب له تينا اللي كانت في المصحه النفسيه، وكيفن بيقول له سيبها في حالها. الراعي بيقول له انت
على طول بتحاربني وانت عارف ان انت بتحارب نفسك وعايز تكون شخص غير اللي انت عليه. وفي وسط الكلام كيفن بيسأل الراعي وبيعرف ان الراعي له يد في اختفاء ابنه، وبنشوف مولي وهي كانت بتعيط بعد ما اختفى كيفن، والراعي بيقول على الرغم من منظرك القذر ده ولكن مولي واضح عليها ان هي لسه بتحبك، وبيعرض عليه الراعي انه هيرجعه لمولي او انه يرجع تينا لاهلها وعليه يختار حاجه من الاثنين. وقتها كيفن بيكون محتار ويحاول الراعي يقنعه انه يفكر في نفسه ويرجع لمولي وان هو هيعتني بتينا ومش هيخليها تتعرض لسوء معامله في المستشفى، ولكن كيفن بيرفض. ووقتها بنشوف الصدمه على وجه الراعي، وكيفن وقتها بيقول له ان هو كذاب، ولكن الراعي بيبتدي يقول كلام في شرك بالله وقال له شوف ربنا سايبني اعمل فيك ايه انت وتينا وفي الجميع ومع ذلك مش بيوقفني. وكيفن بيرد على الراعي وبيقول له ممكن يكون في كتير من الشر والرعب والخيانه في العالم، ولكن في كمان الطيبه والخير والامل وحاجات جميله كتير. وبيقول له الله حولنا في كل مكان، وكل اللي عملته وكل اللي مريت بيه بيخليني اؤمن بوجود ربنا اكتر. ونشوف الراعي بيكون عاجز عن الرد، والراعي بيخيره مره تانية ما بين مراته وتينا، وبيختار تينا وبيودع مولي. وبنشوف تينا بتكون رجعت لاهلها، والراعي وقتها بيغضب وياخد المسدس من جابرييل وكان هيقتل كيفن ولكنه بيتحرق. وبعدها كيفن بيدخل في غيبوبه، ولما بيفوق بيشوف نفسه في المرايه مفيش فيه اي اصابه والدبله مش بتكون في ايديه. ونشوف مولي وبتكون قاعدة في البار حزينة ويقعد جنبها وبيقول لها الجملة اللي هي قالتها له في أول الفيلم، وبتكون دي نسخة مولي الممرضة، وكانت بتكلم أمها وبنتها وبيسألها على اسم بنتها وبتقول له ان اسمها لوسي، وبيحكي لها على ابنه وبيقول لها انه كان اسمه دانيال ويعزمها على شاي وبتوافق. ونشوفهم بيتجوزوا وبيعيشوا مع بعض حياة سعيدة. وبنشوف لوسي كبرت وبيكونوا خلفوا اخوها دانيال، وبيعترف كيفن ان ده مش عالمه ولكنه اكيد بيته. ويخلص فيلمنا على كده. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتبصوا على الملخصات اللي فاتت وتتابعوا الملخصات الجاية. اشوفكم في ملخص جديد قريبا، الى اللقاء.